السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو جيت نصح التلاميذ ديال السنه الثانيه بكالوريا سواء متمدرسين او احرار بواحد المجموعه ديال المقررات اللي غادي تنفعكم بزاف هذا العام هذا، وغادي تسهل عليكم الخدمه وغادي تعاونكم في الحفاظه ان شاء الله. من بين اهم هاد المقررات هادو هي هاد السلسله اللي كتشوفوا في هاد التصويره دابا، اللي هي المختصر في دروس الفلسفه. صراحه هاد المقرر زوين بزاف، ديجا كنت كنخدم به مع الاخ ديالي. غادي تلقاو فيه جميع الاطروحات، داكشي منظم. غادي تلقاو مقرر واحد، يعني ما تلقاوش فيه شعبة كذا وشعبة كذا، مقرر واحد اللي سميتو المختصر في دروس الفلسفه ديال السنه الثانيه بكالوريا ديال جميع الشعب وجميع المسالك. فقط الا كنتي انت علمي غتحيد ديك الحاجه اللي ما عندك، بحال مجزوءات الوضع البشري. ملي غادي توصلوا للجزء اللي ما عندكمش ما غاديش تخدموا الجزء، واقيلا هو التاريخ. كاين عند الناس ديال الادب والعلوم الانسانيه نتوما ما غاديش تخدموا. هذا المقرر هذا كيدير 15 حتى ل 17 درهم، لا ما خفت نكذب، المهم ما واصلش 20 درهم. كاين في جميع المواد. كاين الناس تاع باك ليبر غتلقاوه حتى في التربيه الاسلاميه اللي غادي تدوزوا في الجهوي، غادي تلقاوه في اللغه العربيه، غادي تلقاوه في التاريخ والجغرافيا. المهم زوين بزاف وفي متناول الجميع. بالنسبه للناس اللي باغا تشري السلسله كامله، تقدروا مثلا كل واحد يشري مقرر وتبقاو تبادلوه بيناتكم نتومايا، يعني في القسم كل مره سيمانه يبقى المقرر ديال الفلسفه عند واحد، شويه ديال الاجتماعيات. المهم كلشي يستافد حتى تاخذوا فكره على الدروس كاملين اللي عندكم هذا العام هذا. بالنسبه لهذا المختصر في دروس الفلسفه، غادي تلقاو عندكم اول حاجه تعريف ديال المفهوم الرئيسي اللي عندكم. مثلا حنا عندنا الغير، غتلقاو التعريف ديال الغير. من بعد غادي تلقاو تاني المحاور بثلاثه: معرفه الغير، وجود الغير، العلاقه مع الغير. وكل محور فيه ثلاثه ديال الفلسفه. تقدروا نتوما تحفظوا غير جوج ديال الفلاسفه، واحد يكون مؤيد واحد يكون معارض، لا بغيتوا تزيدوا تختصروا. وغادي تلقاو جميع المفاهيم الفلسفيه ديال المحور كاينه فيه، مع نماذج ديال امتحانات وطنيه مع التصحيح ديالها، ونموذج ديال القولة كيفاش يمكن لك تخدموا نهار الامتحان الوطني، ونموذج ديال سؤال فلسفي، ونموذج حتى ديال نص فلسفي. وغادي تلقاو حتى المنهجيات، كاع داكشي اللي غادي تحتاجوا غادي تلقاو. يعني بحال كنقولوا الفلسفه ديال الباك كاينه في هذا الدفتر هذا، راه غادي يعاونكم بزاف، وغتلقاو فيه الاطروحات ساهلين غتحفظوهم. المهم هذا المقرر هذا غيسهل عليكم بزاف الحفاظه ديال الفلسفه. الناس اللي عندها مشاكل جربوا في الفلسفه، وإلا عجبكم تقدروا تاخذوا ديال الاجتماعيات وتاخذوا ديال المواد الاخرى. المهم بداو فقط غير بديال الفلسفه، وديك الساعه تحكموا غادي تقولوا لي شكرا على هذه النصيحه هذه. غادي يعاونكم بزاف حيت سيرتو انا الاخ ديالي ما كانش كيكتب نهائيا في القسم، كيجي داكشي بزاف، الاطروحه فيها 2 صفحات، ما كانش كيحمل انه يحفظ في دوك الاطروحات ديال الاستاذ. ما هذا عاونوا بزاف حيت كلشي فيه منظم، وتقدروا تعاودوا الكتابه نتوما بالاسلوب ديالكم الا بغيتوا. نتمنى ان هذا الشيء هذا تمشيو ديروا. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى ان كلشي يجيب معدلات مزيانه. وكنتمنى تاني انكم ما تخليوش الدروس ديال الفلسفه تراكم عليكم حتى لاخر دقيقه، سورتو الناس اللي عندهم حتى اجتماعيات، الناس الادبيين اللي متابعين بالاجتماعيات وتا العربيه عندكم، الله يحسن العوان معها. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.